ذمة التحرير. ايه يعني لما الجمل في بلدنا يصبح متهم في قضية اصلا ذو صدور مربوطة بخيوط الفشل، والحق كان على اللي اتقتل واللي عتل هم الوطن لسنين طوال. ويعني ايه لما الحصان يجري في ميدان والمعركة ما كانتش ليه، غموا عينيه وفهموه انه على ارض العدو وقالوا له يلا طول وجول من غير فصال. سمع الكلام وصال وجال، خلى خضار الارض اصبح كله بور. كان فاكر انه كان بطل وما حسش انه كان بيدهس جوه احشاء الوطن، وان كان حصان ولا جمل حتى الطيور الكل تاه. الكل ضايع في بلد تطلع من الحاكم اله. وقت الحكيم كان شعار الحكمة في بلدنا الحمار، عهد اللئيم طلع شعار الخسة في بلدنا جمل. طيب منين يجي الامل لما الحمل واقف على المنبر بيدعي على الجمل ويلاقي ناس بتقول امين؟ يعني انتوا لسه مصدقين؟ يعني انتوا لسه مصدقين ان الجمل ممكن يكون المتهم في كل نكسات الوطن؟ رمى الزبالة والمضاد كانوا نيام، قاطع سلوك الكهرباء وسيدنا في عز الظلام، هو اللي داير في البلد بيعيش فساد، وهو برضه اللي قبض روح الجنود وما همهوش ان الولاد كانوا صيام، بما انه صابر ملتزم ومفيش في قلبه اي شر، رايح وشايل كل اوزار البشر على ذمة التحرير والإثم. وامام قضاءنا المحترم كل الادله والشهود على المآسي فصلت، فبلاش عبط وكفايه بحث على الدخول، ولا اي حد من الحضور يصرخ يقول دم الشهيد. لما اللي قاتل يا بشر يطلع بريء، يبقى اكيد اللي اتقتل هو اللي كان طيب الجنون. كل انتباه والقاضي يضرب ضربته كتير من حديد، حتى اللي كان ساكت سكت. قال في غرور نادي يا حاجب على الجمل، معاك محامي يا جمل؟ اغسل يمين انك تقول الحق من اجل البلد وعشان نجيب حق اللي مات. ادي ايدي على القرآن وايدي على الانجيل، ولو طلبت احلف على التوراة كمان. احسن باني بحبها من قبل حتى ما اتولد، وكنت حارسها اليمين وكنت حارسها الامين ساعة منامه للهم يا واد. يا حضرة القاضي الهمام اللي ادعى يوم الشرف فجأة اعتذر وبقيت لوحدي في محنتي، خايف افق يقولوا عني النينوي قلب النظام. حتى الحصان من يومها يا قاضي اختفى معرفش ليه. ومفيش معايا غير حمار قاعد بعيد مستني تؤمر بالحضور، اصله صديق وكمان اصيل مع بعضنا من لما كنا صغيرين، وعارفني طول عمري انا معرفش اخون ولا دم وطني عليا يوم ممكن يهون. معرفش ابيع، اصل البياعة والمطاعة من المحال يكونوا من طبع الجمال، لكن الاكيد طبع الخسيس، طبع الوضيع، طبع اللي معرفش في حياته الا معنى الاحتياج.